هلا حبايبي، شلونكم اخباركم؟ سمعتوا بقصة هاي البنية اللي كشفت انه زوجها دا يخونها؟ هم اغنياء، يعني هو كلش غني الزوج، وهي كشفته انه هو دا يخونها. اوكي، راح احكي لكم القصة، بس قبل ما ابلش حبيت اراويكم جمال القطعة اللي وصلتني من التيك توك شوب. لحظة خلي اراويكم اياها. فشي يخبل، طبعا كلش مفيدة. باعوا جمال هاي المراية. أول شي تقدرون تحطوها على الطاولة أو تقدرون تعلقوها على الحائط، وبيها ضوء، يعني بيها هاي الأضوية اللي تقدرون تشكلوها USB-A، أو تقدرون إذا عندكم هذا البلاج تقدرون تشغلوها بيه. أوكي، وهاي الأضوية شوفوا تنطفي وتشتغل. باعوا بيها ضوء أبيض وضوء أصفر، فشي روعة ما أحكي لكم. هسه راح أخلي لكم الرابط حتى إذا تريدون تطلبوها تقدرون تطلبوها. أوكي، خلي أحكي لكم هسه القصة. طبعا شنو هاي بردت قلبي البنية، يعني اللي سوته برت قلبي. أول شي اللي صار، هي تقول على غفلة زوجي حجز سفرة دا يروح وين؟ لغريس يعني يمكن اليونان بالعربي. المهم، فأني استغربت يعني ايش دا يسوي باليونان؟ هو غني، هو دائما يسافر عادي، بس تقول صدفة وقعت البطاقة عندي وكان حاجز لشخصين. فأني من هاي استغربت. أنا سويت قلت لا، الفار بدأ يلعب بعبي، فش راح أسوي؟ راح أني هماتين أحجز. قومي خابري صديقتك وقولي لها حضري نفسك، احنا نروح لليونان. أوكي، فبعدين حجزت، راحت وين؟ راحت لنفس الهوتيل اللي هو قاعد بيه. شافته ويا وحدة، أوكي، بس ما عصبت، ما راحت تعاركت وياه أو ضربتها أو سوت مشاكل، لا 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 لا. هي وصديقتها ظلوا بنفس الهوتيل يراقبوه وياخذون صور وياخذون فيديوهات. ظلت كم يوم. آخر يوم من قبل ما تخلص السفرة، يعني من دا يرجعون للبيت، راحت وين؟ هم كانوا قاعدين على المسبح دا يشمسون بعد قلبي. روحي انتي هماتين قعدي بصفهم. وظلت دا تشوفهم، يعني سوا هم بالأحضان وهاي السوالف. كانت تقول هلاو شلونك؟ هو طبعا من الرعب وقع من الكرسي تخربط. هي هم قامت عادي بكل برود دا ترجع للغرفة مالتها، وراها لا حبيبتي انتي فهمانة غلط، خليني اشرح لك. قلت له اوكي، هتشرح لي ما تشرح لي ماكو بعد حكي. هي كانت اثاري شنو؟ متصلة اوريدي بالمحامي مالتها ومحضرة اوراق الطلاق. ركبت الطيارة مالتها، رجعت للبيت بكل برود. هو طبعا وراها اكيد رجع. زين، شافها وصل للبيت، شافها ايش دا تسوي؟ دت لمغراضة. انت ايش دا تسوين؟ ما اعرف ايش. قالت له اني هاي اوراق الطلاق، واني خلص بعد ما اريدك ودا اطلع هدومك وغراضك حتى احضرهن وباي باي تطلع من البيت. هو قام يضحك، قالها ماكو هيك حكي، انت ما تقدرين تاخذين البيت، ما تقدرين تاخذين كل شي من عندي. فهي قامت تضحك. ايش تضحكين؟ طلعت اوراق مال الزواج. اثاري هم بالعقد مال الزواج شنو مكتوب بالعقد؟ فشي اسمه بريناب، ما اعرف طبعا بالعربي شنو، بس انه اذا بحالة الزوج خان زوجته تحصل على 70% من الاملاك مالته. يعني كل شي هو يملكه هي تاخذ ايش قد؟ تاخذ 70% من عنده. لا ماكو هيك حكي، ما اعرف ايش، انت مخبلة، انت مجنونة، ماكو هيك شي. قالت له اوكي انا مخبلة، انا مجنونة، على العموم يلا حضر نفسك، حضر اغراضك، اطلع من البيت وعود احكي ويا المحامي. وفعلا بكل سهولة اخذت 70% من املاكه وطردته برا. ويستاهل، ليش تخون؟ زي اني ما علي، اني راح تقولون ها لازم تسمعي من طرفين وما يصير وما اعرف ايش، واكيد اكو سبب للخيانة. طبعا اكيد راح يجي احد يقول لا، واكيد اكو سبب للخيانة. ماكو سبب للخيانة. الانسان اللي مو سعيد بحياته
ويريد يغير شريك حياته ما يحتاج يروح يخون. يا أما تجي أنت تصلح أو تحاول ويا شريك حياتك تصلح من الشغلات اللي أنت تشوفها ما تعجبك، إذا طريقة أكل، إذا طريقة لبس، إذا أي شيء أيا كان، زين. يا أما تقول له باي باي، أنا آسف ما أو آسفة ما أقدر أكمل، بس مو مال الخيانة تتجه للخيانة. على العموم أنتوا شنو رأيكم؟ أنا بالنسبة إلي أقول إنه يستاهل ويستحق اللي صار بيه. أوكي، أنتوا شو تقولون بنات؟ لاحظوا أنا قلت بنات لأن أعرف الرياجيل راح يوقفون وياه وراح يدافعوا له. أوكي، ولا تنسون راح أحط لكم رابط المراية حتى تشتروها. أوكي، خلي أكمل الحمرة مالتي. يلا لاف يو.